صينية الجلاش اللي دايما موجودة على سفرة رمضان، وطبعا بنشكلها زي ما احنا عايزين، مرة لحمة مرة فراخ، مرة ميكس جبن. اللي يعجبكم دايما هيمشي فيه. بس الحاجة الوحيدة اللي لسه ناقصة انكم تجربوها بتكتكم. يلا بقى نوريكم الطريقة. نبدأ بإيه؟ بصلتين طبعا، هو لازم بنبدأ بالبصل دايما لازم يبقى أول ما تخينة. تشوفونا بنبدأ يلا بصل. هنقطعهم جوليان رفيع، يعني مش عاوزينه تخين، عاوزينه رفيع زي كده. ممكن اقطع الفيلم في الفيديو تعيب. مش عارفاكم بصراحة، تقعد تعيب عليا في كل حاجة في كل حاجة. أنا بعيب عليك في كل حاجة. مش بيقعد يقول لي انت بتقطعي كده ومش بتقطعي على كده. فكرة هو أنت اللي معترفة، قلتي إن أنا اللي بقطع حلو، أنا اللي قلت. واحد اصفر واحد احمر. بس اوعوا تستغنوا عن الفلفل الألوان صراحة. هو الفلفل الالوان ده بجد عمل للاكل طعم مش عادي، احنا دي كنا حقيقة. مش عايشين من غيره. زي في ناس في الكومنتات بتقول إيه، إحنا طول عمرنا بنطبخ من غير توابل. ما عشان ما أيوة. دقناش التوابل قبل كده. كان الأكل مش حلو بقى حلو. ما دقناش الاحلى. لا بالاكل بالتوابل فرق هو كتير. عامة أنا بعشق حاجة اسمها تطور، يعني نزلت حاجة جديدة ما تقولش لا أصل أنا متعود على دي بالطعم الفلاني، لا جربها يمكن تطلع أحلى. هو الاكل فعلا كان حلو كده، واهالينا كانوا بيعملوا بطعم حلو ونكهات حلوه وكل حاجه. احنا ما دقناش اللي بالتوابل او الافتكاسات الكتيره دي، وكان الافتكاسات كتيره مبالغ فيها قوي. بصي بس أنت عارفة إحنا جربنا كتير حاجات ما بنبقاش متوقعين إنها حلوة وبتطلع حلوة. اللي عاوز أقوله إن مع التغيير إن أهم حاجة غيروا جربوا، عجبتكم ما عجبتكوش يعني ما جربوهاش تاني، بس جربوها أول مرة. بس موضوع التوابل ده لا، انا مع التوابل جدا. نقلت الاكل في حتة تانية صراحه. طماطم بقى نقطع 3 حلوين كده. وليه الطماطم كتيره؟ علشان احنا بنحب في تعصيج لحمه الجلاش بالذات ان الطماطم تبقى كتيره شويه، عكس المكرونه بالبشاميل. لا مكرونه بشاميل من غير طماطم خالص. في ناس بتحبها بطماطم بس يعني مش احنا. يلا بينا على النار نسوي بقى. هننزل بمعلقه سمنه، هننزل بالبصل، واول ما البصل يدبل هننزل باللحمه بتاعتنا، اول ما تغير لونها هننزل بالفلفل الالوان، وعلى طول هننزل بالطماطم. بعد كده هننزل بالتوابل، فلفل اسود، بهارات لحمه، ملح وبابريكا. عقبال ما اللحمه تستوي هنعمل خلطه الجلاش بقى. معلقه كبيره سمنه، هننزل عليهم ببيضتين، هنميكس كده، كوبايتين لبن، هنتاكد ان كله امتزج مع بعضه. واول ما خلاص كل حاجه اتظبطت معلقه فلفل اسود وزيها ملح، ونكمل تقليب. انت ايدك على رقبتي. هو مش ذنبي انت يعني انا مش عارفه هتودي ايدك فين على صغنونة. رقبتي بقول لك. لا هي في الحقيقه انت عارفه انها بعيد ولا عشان زوايا الكاميرا. نركنه على جنب. معانا الصينيه بقى بتاعتنا مدهونه سمنه، ولفتين جلاش. هناخد ورقتين. الصينيه بتاعتنا طبعا كبيره، فاللي عايز يعمل صينيه صغيره براحته. وبعد ما دهنا رقين نبدا نحط رقين كمان. عكس. الرقين دول عشان الصاج بتاعنا زي ما قلنا لكم كبير، فاحنا نبدا نعكس عشان ايه يبقى متساوي. وبعد ما نزلنا بنص كميه الجلاش نبدا ننزل باللحم بتاعتنا. نظبط الحشوه بتاعتنا كده بقى ونساوي. موتزاريلا شويه كتير. هننزل بورقتين جلاش. حاولوا دايما وانتوا بتفردوا الجلاش ان هو يبقى متساوي، يعني لو حطيته هنا طبقتين يبقى هنا طبقتين، علشان ما يبقاش في حته تخينه قوي وحته رفيعه قوي. بتتكلمي كده ولا تقولي لك اي حاجه كده؟ حركي كده، خدي ودي معايا. مالك ساكته ليه النهارده؟ لا والله مش ساكته ليه يعني؟ ساكته ليه عشان يعني انا سكت؟ بقول لك ايه، شكلك عاوزه ترجعي للايام القديمه. ايه الايام القديمه اللي كنت بتضرب فيها. ايوه فكي كده وتتحركي، ده بعد اذنك يعني. ولا الجلابيه وش مش مهم الجلابيه، لا عشان هي اللي بتغسل فاسد. طب هبهدل بقى الجلابيه اهو. مش هيطلع منها. ده دقيقه يا ماما. ده ما بيطلعش دي، انت عارف ان دي ده ما بيطلعش بجد. انا ملاحظه ان مؤمن بجد يعني. بصوا يا جماعه بجد مزودها. انا حياتك ده انا كنت بقول لهم من الحلقه اللي فاتت طاطي لامك ووطلها واخفض لها جناح الذل واديها وشك كده تضربك على الوش ده، تقوم عامل لها الناحيه الثانيه كده. يا ابني اديني فرصه اتكلم. ده ايه ده؟ ما تصدقوش. في حد في الكومنتات بيسالك انت متجوز ولا لا؟ لا بس نفسي. ولازم نضغط كده في صينيه الجلاش عشان ندخل الاطراف الزياده عشان ما تتحرقش. فين الديتيلز؟ اهم حاجه الديتيلز. جلاش من غير ديتيلز مفيش جلاش. هنبدا نقطعه على طول زي ما هو. طبعا الاحجام بقى اللي انتوا عاوزينها، احنا بنحب القطعه حلوه كده. وبعد ما قطعناه بالشكل التحفه ده هننزل بباقي الخلطه. باقي الخلطه اللي هي اللبن والسمنه والحاجات دي. على فكره في ناس بتحط زبادي، فانت ممكن تشيلي نص كميه اللبن وتحطي بدلها علبه زبادي. وبعد ما دلقنا الخليط على الصينيه، اهم حاجه وانتوا بتدلقوه طبعا انكم توزعوه على كل الصينيه. ننزل بقى بجبنه شيدر او رومي. ثانيه كنا هننسى اهم حاجه. لا ما كنتش هنساه. لا ماليش دعوه، انا اللي قلت الاول. والله كنت مش هنساه استحاله طبعا. من اهم الخطوات لجلاش ناجح، اوعوا تعملوه من غيرها. طعم وريحه، حبه البركه طبعا، وشكل كمان، كل حاجه. صراحه.
كده اكتمل. دي مراحل لاكتمال القمر. تحفه. على الفرن بقى. كده جهز خلاص. بمجرد ما الاطراف اتحمرت كويس هنشغل عليه الشوايه لحد ما الوش يتحمر ندوق، عشان انا مش قادره استحمل. مش قادر. اهم حاجه ان هو مورق. هو احنا مش هنراجع، بس انا بدوق للرخامه. بس هو احنا متعودين عليه، هو تحفه يعني، جربوه كده والله. على فكره وبالبسطرمه كمان والجبن تحفه. ايه رايك يا مؤمن؟ بص يا ماما، هو كده كده رايي انت عارف انا حافظه، بس هو اللي قدامنا لازم يفهموا ان احنا والله العظيم مش بنقول لكم كده وخلاص، بس ده احسن جلاش هتاكلوه في حياتكم بالتكات دي. بس جربوه بنفس الطريقه بالظبط، هيطلع معاكم بجد هيشرف. بنفس الجبنه الرومي، بنفس حبه البركه، بكل حاجه. حبه البركه. والله العظيم ما هتندموا لحظه، هترجعوا تقولوا لنا في الكومنتات احلى جلاش اكلناه. احنا دايما هنسمع كلامكم عشان الاكلات دي تحفه والله العظيم، بالطريقه دي بالظبط، ما تغيروش فيها اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين. الحاجه الوحيده اللي ممكن تغيروها هي الحشوه، اعملوا الحشوه اللي على مزاجكم، بس أيوة. بقيه الخطوات بالملي. كل سنه وانتم طيبين ودمتم سالمين.